حرفيا بقالي 3 ايام مش عارف اعمل لكم الفيديو. 3 ايام عمال اتفرج واجمع فيديوهات علشان اعرف هبتدي لكم منين، وفي كل مره امسك الموبايل واقعد قدامه كده بالساعات اقول لا خلاص انا مش هعمل الفيديو، وده لسببين. السبب الاول ان انا كل لما اعمل فيديو وامشي فيه شويه يطلع لي فيه حقوق نشر والفيديو يتوقف ويتحظر. السبب الثاني هو ان انا مش عارف احط لك مقدمه، مش عارف هقول لك ايه، مش عارف هوصف لك جمال التحفه الفنيه دي ازاي. ولكن في كل مره ضميري ما كانش بيوافقني وكان يقول لي طب ومتابعينك اللي مستنيينك ومستنيين الفيديو هتعمل فيهم ايه؟ وعشان كده وبدون اي مقدمات حتى من غير ما اعرفك بنفسي هنخش في الموضوع على طول. في عالم الملاكمه كل ملاكم عنده قدرات ومهارات فريده بتخليه يتميز عن غيره، واحيانا المهارات بتاعته دي بتتوافق مع نقاط ضعف الخصم، وهو ده اللي بيفتح له طريق الفوز. ولكن لما يكون الخصمين اسطورتين عندهم مهارات عالية جدا وبأساليب مختلفة تماما، فهنا القتال بيتحول لمباراة شطرنج فيها استراتيجيات وخطط وهي اللي بتحسم النتيجة. وعشان احنا اصلا عارفين النتيجة فتحليل النهاردة هيكون مختلف تحت الميكروسكوب برضو مع كوتش مهنا، ولكن على رقعة الشطرنج. زي ما في الشطرنج لازم تتوقع دفاع وهجوم خصمك عن طريق فهم حركة كل قطعة، نفس المبدأ ده بنستخدمه في الملاكمة. فهم حركة خصمك هي المفتاح. لما بتفهم ازاي خصمك بيتحرك وازاي انت نفسك بتتحرك بتقدر تبني خطة ذكية توصلك لكش ملك داخل الحلبة. طب هنبدأ بمين؟ هنبدأ بديمتري بيفول. ديمتري بيفول هو الأكثر رشاقة ومرونة وسرعة ما بين الاتنين، فهو بيتحرك زي الطابية اللي هي القلعة في الشطرنج، بيتحرك بسرعة وبسلاسة للأمام وللخلف وللجانبين. فهو دايما بيعتمد على الخطوة للتراجع للخلف عشان يخلي الخصم يخطئ في تقدير مسافته، وفجأة يقوم مغير زاوية جانبية زي حركة الفيل اللي بيغير فجأة فيها الاتجاه وبيهاجم من زاوية مختلفة. عيل فاجر برضه. أفضل أداء لبيفول بيكون من المسافات البعيدة، بيعرف يدخل ويخرج بسرعة وبخطوات ذكية، فهو بيضرب كومبوهات كتيرة قوي وسريعة جدا ودقيقة وفي توقيت مثالي. وعنده كمان مهارة خطيرة وتقريبا هو الأفضل في كل الملاكمين العصر ده، وهي كسر إيقاع الخصم، وهنتطرق ليها بالتفصيل بس في وقت تاني من الفيديو. لما نيجي نبص على بيتر بيف هنلاقيه هو الأقوى بدنيا ما بين الاتنين، وده شيء خطير ما نقدرش نتجاهله. You cannot fight against guy who's stronger than you. You just have to accept it. وده بقى زي العسكري في الشطرنج، بيتحرك بخطوات ثابتة ومتتابعة وبيحافظ على إيقاع مستمر، فهو بيفضل ماشي وراك وبيضيق عليك مساحة الحلبة لحد ما يحبسك تحت ضغط لا يحتمل. بيتر بيف بيستخدم حركة ال ستيب كتير، خطوة بزاوية كده على شكل حرف ال وشرحناها قبل كده، بتخليه يتحرك للخلف وللجانب في نفس الوقت زي حركة الحصان في الشطرنج. والتحرك ده بيساعده ان هو يهاجم من الجهة الضعيفة للخصم. ولكن زي ما هنشوف بعد كده بيفول قدر يستغل المهارة دي لصالحه هو ضد بيتر بيف في النزال الأول. أفضل أداء لبيتر بيف بيكون من المسافات القصيرة، وكمان على إيده التقيلة والقوية إن هو يبعد خصومه عنه. والراجل ده بيتميز بدفاع قوي لكن بيعتمد أكتر على الهاي جارد والميل للأسفل لتفادي اللكمات. ودلوقتي بعد ما عرفنا مميزات كل واحد فيهم وإيه الطريقة اللي هو بيتحرك بيها في الحلبة كأنه على رقعة الشطرنج، تعال نحلل بقى مفاتيح كل واحد فيهم للفوز. وهنبدأ ببيفول وهو أستاذ في الكاونتر بانش. في النزال الأول بيفول كان ناجح جدا في الكاونتر بانش، فبيفول رائع في ان هو يسحب لورا وبعدين يقف ويحط لك ال1 2 يخليها تزغرط في وشك. واحدة من اهم مفاتيح الفوز عند بيفول وهي الهوك الامامي. بيفول كان بيستغل اندفاع بيتر بيف ناحيته وبعدين يعمل سليب للداخل ويحط له هوك جانبي قوي جدا.
بيفول شاطر قوي في استغلال الهاي جارد، انه يفضل يضرب جابات كتيره قوي ويستخدم اليد الاماميه في انه يعمل كنترول على الخصم، فهو بيشوش عليه وبيمنعه يشوف الضربه اللي جايه. لكن في نزالهم الاول بيفول ما قدرش ان هو يعمل كده، وما شفناش ايده الاماميه شغاله زي ما اتعودنا منه، وده لان الهزار مع الراجل ده والاقتراب منه بدون حذر هو اكبر كارثه. ورغم ان بيفول ما استخدمش التقنيه دي بشكل مثالي، الا انه استغل دفاع بتربيف الجامد والثابت بكومبوهات سريعه من المسافات البعيده بدقه وتوقيت مثالي ورهيب. وهنا هنيجي بقى لاكتر مهاره انا مستنيها واكتر مهاره بعشقها عند بيفول، وهي توقيت لكمات وكسر ايقاع الخصم اللي نفسي كل الملاكمين يفهموه. واستغل هنا تحركات بتربيف. ازاي؟ بتربيف لما بيجي بيتحرك يا بياخد ستيب يا بياخد خطوه للامام، زي ما شرحنا قبل كده. بتربيف بيعتمد على حركه ستيب، خطوه للخلف وللجانب عشان يلف ناحيه اليمين، ودي حركة ممتازة لو استخدمت صح، بتسمح له انه يمسك نص الحلبة ويروح على الجانب الضعيف من الخصم. لكن لما بيستخدمها وهو قريب من مدى الضرب بتتحول لإيقاع قابل للتوقع والاستغلال. وبيفول كان ذكي جدا وفهم النقطة دي، كان بيصطاده أثناء إعادة تمركزه وتموضعه تاني، يعني وهو في نص حركة ستيب يقوم ضربه. وهو ده كسر الايقاع يا ولاد، ان الخصم يكون لسه بيتحرك، لسه عايز يضرب، لسه عايز يتمركز، لسه في قلب الحركة بتاعته. هنا هو ده الوقت اللي انت لازم تضرب فيه. يا رب نكون فهمنا. والله لو فهمت الحركة دي فانت كده عديت سنين في الملاكمة. وكمان بيفول نجح انه يظبط التوقيت بتاع حركة بتربيف الجانبية، كان يقوم قاطع عليه الايقاع، وقبل ما بتربيف يتموضع يكون بيفول الناحية التانية وبيضربه بسرعة جدا. لما بيفول بيتحرك ناحية اليمين بيجبر بتربيف ان هو يلف وعشان يواجهه تاني، فوهو لسه بيلف، ركز بقى في الحتة دي، لسه بيلف عشان يبصله ويضربه يكون بيفول وقف وضربه. هنا هو ده كسر الايقاع. اعمل لايك بقى، اعمل لايك بقى دلوقتي، اعمل لايك واعمل اشتراك. مفتاح مهم جدا كمان من مفاتيح بيفول وهي حركة الفوتورك بتاعه اللي بيخليه دايما في المكان السليم. التحرك في خطوط مستقيمة مع أرثر خطأ قاتل، لكن لما تفضل في منتصف الحلبة وتتحرك جانبيا بتقدر تتحكم في المسافة وتخلي النزال في المدى البعيد اللي يناسب أسلوبك. وده اللي بيفول فهمه. كل مرة كان بيتراجع في خط مستقيم يتفادى الضربة، وبعدها فورا بيغير الاتجاه ويدور حوالين بتربيف، وبكده يستعيد السيطرة تاني على نص الحلبة ويتفادى الحبال. حركة بيفول الجانبية السريعة مع تغيير الاتجاه المستمر خلته دايما هو اللي يقود الإيقاع، وتخلي بتربيف يطارده بدل ما يهاجمه. والتحرك بالطريقة دي خلى الموضوع يكون صعب قوي على بتربيف إن هو يقطع عليه الحلبة. ولكن رغم كده بيفول لازم يفضل حذر جدا أثناء الحركة الجانبية، خصوصا إن الهوكات والأوفر هاند بتاعت بتربيف خطيرة جدا من الوضع ده، وبيعرف يحصرك قوي بيهم. فاستخدام الهاي جارد بس ما كانش كفايه، لان ايد بتربيف تقيله قوي. تخيل انك تصاب في ايدك عشان بتدافع. بيفول هنا بيقول ان من كتر الدفاع عور نفسه، لان قوه ايد بتربيف كانت بتعدي من ايده وتخبط في وشه، متخيل؟ وعشان كده كان دايما بيفضل ان هو يعمل دق وينزل تحت الضرب عشان يتفادى الضربات القويه دي من بتربيف. في النزال الأول الضغط اللي فرضه بتربيف كان واحد من أصعب التحديات اللي واجهت بيفول. رغم إن بيفول كان متفوق فنيا إلا إن بتربيف كان ماسك مركز الحلبة معظم الوقت، وده اللي خلى بيفول يضطر إن هو يشتغل ويتحرك أكتر، يعني استهلاك طاقة أعلى. الراجل ده هنا بيقولك الوضع أشبه كأنك في غرفة، والغرفة دي عمالة تصغر وتضيق عليك شوية بشوية بشوية، تحس إن المساحة بتقل حواليك ومش فاهم إيه اللي بيحصل. وعشان كده اوقات بيفول كان وقت ما يحس بالضغط ده يبعد بتربيف عنه تاني بالدبل جاب، وده بيخليه يخلق مسافة لنفسه وياخد نفس جديد ويعيد التموضع من اول وجديد.
بس النقطة الأساسية هنا إن كل خطوة بتخطوها للخلف لازم تكون محسوبة، لأن في كل مرة بترجع فيها بيكون في فراغ في الحلبة، والفراغ ده يا أنت اللي بتملاه يا خصمك اللي بيملاه. ولو ساب بيفو للمساحة دي لبيتر بيف هيستغلها فورا ويضغط عليه أكتر. عشان كده بيفو لازم يتقدم أحيانا خطوة صغيرة للأمام حتى لو للحظة عشان يملى الفراغ ده ويشتت بيتر بيف ويخليه ما ياخدش الخطوة للأمام أو يملى هو الفراغ. مفتاح كمان ونقطة مهمة جدا ممكن تغير مجرى النزال وهي استخدام الكلينش. في النزال الأول بيفو نادرا ما استخدم الكلينش، لكن في الحقيقة إن الكلينش الذكي والمتنفذ صح ممكن يكسر ضغط بيتر بيف ويوقف تقدمه. بس لازم بيفو اللي ينفذه صح جدا، لأن بيتر بيف قوي جدا بدنيا، فقوته البدنية دي هي اللي بتخليه يسيطر على الوضع وبسهولة. مش بني آدم يا جدعان بيتر بيف ده، بسم الله ما شاء الله. بس الواد بيفول ده ذكي، كان بيستخدم 3 حركات ذكية. 1 إن هو بياخد راسه للأسفل أو بيمسكه خنقة رأسية هيدلوك. 3 بيسيطر على الذراعين تماما مع بعض، وده بيخنق بيتر بيف وبيخليه يوقف هجومه تماما. ودلوقتي بقى هنخش على الكينج ونحلل برضه مفاتيح فوزه. يا أخي بحبك في الله والله. وأول مفتاح معانا وهو الكات رينج، قطع الحلبة. في النزال الأول بيتر بيف فعلا ضغط على بيفول بفعالية، لكن واجه صعوبة في قطع الرينج بشكل كامل ومنظم، فأحيانا كان بيترك فتحات تخلي بيفول يهرب منها بسهولة، بدل ما يغلق عليه المساحة بزاوية مائلة بالشكل الصحيح. بدل ما كان بيقفل عليه الزاوية كان بيلف بجسمه كله وبعد كده يمشي ورا بيفول. ومع ذلك بيتر بيف برضه حقق نجاح جزئي في توقيت حركات بيفول الجانبية، خصوصا لما كان بيفول بيواجه بجسمه مباشرة. في اللحظة دي كان بيتر بيف بيلقطه بضربة قوية. ورغم ان بيتر بيف ما كانش ممتاز في الكات رينج، الا انه تميز في الضرب باتجاه خروج الخصم، كان بيحط هوكات تقيلة واوفر هاند. والاستراتيجية دي أثبتت فعالية كبيرة في كسر حركة بيفول الجانبية. أما بيفول كان بيفكر إنه يحاول يخرج ناحية اليمين، بيلاقي بيتر بيف مقابله بهوك قوي جدا يوقفه عند حده. ولكن لما بيفول كان بيتحرك الناحية التانية كان بينجح إن هو يمركز نفسه تاني ويحط كاونتر. بيستغل الوقت بسرعة جدا، بيستغل إن بيتر بيف لسه بيموضع نفسه. زي ما بيفول بيستغل الهاي جارد لبيتر بيف، بيتر بيف برضه لازم يستغل اللونج جارد بتاع بيفول. الضربة الأقوى والأخطر عند بيتر بيف هنا هي الأوفر هاند اللي بتعدي فوق ذراع بيفول الممتدة الطويلة، واللكمة دي بقى قاتلة. بيتر بيف استخدمها بنجاح في نزالات سابقة كتير، وبتوصل دايما على جانب الرأس أو خلف الأذن. بيتر بيف مش بيضرب فوق بس، فهو كمان بيضرب تحت اللونج جارد بلكمات للجسم قوية، لأن اللونج جارد بطبيعته بيسيب فراغ في المنطقة دي، وبيتر بيف بيعرف يستغلها. الخداع واحدة من أدوات بيتر بيف الخطيرة جدا، وهي الخداع والتمويه. حركات الفنت وتغيير المستوى كانت فعالة جدا معاه في نزالات تانية، بتخليه جاهز ضرباته بشكل غير متوقع ويكسر توقيت الخصم. المدرب هنا بيقول له انا عايز اشوف فنتات اكتر من كده بشويه، مره تعمل فنت ومره تضرب، تعمل ميكس ما بينهم. الفنت مش بس وسيله هجوميه، دي كمان بتساعد بيتر بيف ان هو يتجنب الكاونترات، لان كل مره لازم يتفاعل مع التمويه ده. فلو هتلاحظ هنا هتلاقي بيفول بيعمل كاونتر سواء في ضربه حقيقيه او سواء كانت فنت. عيد الحته دي تاني عشان تفهمها. ضيف كمان على كده ان الفنت بيتعب الخصم ذهنيا جدا، لان في كل مره لازم يتفاعل مع التمويه ده كانه هجوم حقيقي، وده بيخليه يشتغل ببلاش، بيستهلك طاقته كده بدون فايده. والنتيجه هنا ان ممكن بيفول يبدا يفقد نشاطه البدني في الجولات الاخيره، وده بالظبط الوقت اللي بيتر بيف بيحب يشتغل فيه بقوه. عندك كمان سلاح كلاسيكي بس فعال جدا لتدمير الخصم على المدى الطويل، وهي البادي شوتس. I felt it in my foot for a week. You understand? بيتر بيف مميز جدا في استخدام الجسم من المسافات البعيدة والقريبة، بيعرف امتى يضرب ضربة مستقيمة في الجذع وامتى يقرب ويرمي هوك للجسم من الزاوية الداخلية. ضد مقاتل ذكي ومتحرك زي بيفول، ضربات الجسم هتكون أسهل في الوصول، وممكن يكون ليها تأثير ضخم في الجولات المتأخرة.
عشان كده التركيز على الضرب في الجسم كان محور أساسي في خطة أرثر في النزال الأول، وده السبب في إصرار مدربه وقتها على توجيه ضربات للجسم. وأخيرا أقوى مفتاح لنجاح بيتربيف هو السيطرة على القتال في المدى القريب. في المدى البعيد بيفول هو اللي بيكون متحكم في النزال، لكن في المدى القريب بيتربيف هو السيد المطلق هنا. الهجوم المزدوج على الرأس والجسم وتغيير الزوايا واستخدام القوة البدنية في الاشتباك القريب كلها عناصر أجبرت بيفول إن يدخل في منطقة غير مريحة بالنسبة له، ومنطقة ما عندهوش فيها الخبرة الكافية. بيتربيف كمان أظهر شراسة أعلى داخل الكلينش، وعليه إنه يستغل اللحظات دي لصالحه باستخدام تفوقه البدني علشان يكون أكثر نشاطا وفعالية داخل الكلينش. قوي جدا، اللهم صل على النبي. وبكده يبقى قدموا لنا الاتنين الأساطير دول ملحمة من أقوى الملاحم اللي حصلت في تاريخ الملاكمة الحديثة كلها، وكان واحد من أقوى النزالات اللي كانوا كل الناس مش عارفين مين هو الفايز، حتى هما نفسهم الاتنين اللعيبة وهما مستنيين قرار الفوز الاتنين ما كانوش عارفين مين اللي هيفوز، ولكن ينتصر أرثر بيتربيف ويكون هو أول ملاكم يوحد الألقاب من 25 سنة. وشوف وتعلم من الاتنين دول في حالة الفوز أو الخسارة بيعملوا ايه. بعد فوز أرثر بكل اللي كان بيحلم بيه ما راحش يحتفل ويصيع ويشرب خمره وقله ادب، لا دي اول حاجه عملها انه راح المسجد، والمذيع بيساله هتعمل ايه بعد الفوز العظيم ده؟ Just go home and hug my mom. مفيش كلام يتقال بصراحه. وعلى الناحيه التانيه بيفول البطل وهو لسه على الرينج بعد اعلان خسارته مباشره، المذيع بيساله بيقول له ايه رايك في اللي حصل ده؟ I am a warrior. I have to do everything perfect. And I don't have any explanation because it could look like excuses. I just congratulations to Arthur and his team. He deserves it. No problem. I just have time to make another decision for my future. That's it. وخلي بالك هو ما خسرش الماتش ده بس، ده خسر كل ألقابه وكل أحزمته. المذيع بيسأله بيقول له مشاعرك ايه دلوقتي؟ What emotion? I'm empty now. I have to do everything perfect. I didn't. وخلي بالك مش ده بس اللي هو خسره، ده كمان خسر مراته وعياله، وفي وسط كل ده يا مؤمن كان في كلبة شمتانة فيه، وكمان بتشجع أرثر على جوزها اللي كان جوزها السابق. وخد التقيلة بقى كمان قبل المباراة نشرت فضايح عنه وقالت ايه هي مشاكله وايه نقاط ضعف. تخيل تبقى بتحضر لأقوى نزال في حياتك وكل ده بيحصل معاك، ده انت جبل يا اخي، وانتي اقل ما يقال عنك ان انت شيطان. والفيديو الجاي بقى كله هفضلك وهعمل عنك حلقة كاملة. لو متحمس معايا حط لايك واعمل اشتراك في القناة واعمل اي كومنت حلو ناخد عليه حسنات، وخلي الفيديو ده يبقى حسنات جارية لينا كلنا، واستناني في الفيديو اللي جاي.